في هذا الفيديو نحكي لكم بالتفصيل أهم أحداث الحلقة 14 من مسلسل مولانا التي حملت عنوان اللعنة. حلقة مطاردة بعد عرس الدم، اتهامات تطال جواد ورشيد، واحتماء داخل بيت مولانا يكشف حقيقة الصراع في العادلية. أولاً، العادلية بعد عرس الدم. تبدأ الحلقة 14 على وقع الصدمة بعد مقتل أبو ربيع في العرس. القرية تعيش حالة فوضى وخوف، والكل يبحث عن القاتل وسط أجواء من الشك والاتهامات المتبادلة. يتحول الفرح القديم إلى لعنة تلاحق كل من له علاقة بسلمى وجواد ورشيد. ثانياً، تورط جواد ورشيد والهرب إلى بيت مولانا. توجه أصابع الاتهام نحو جواد ورشيد، خاصة بعد توتر علاقتهما مع العريس في الحلقات السابقة. يضطر الاثنان إلى الهرب والاحتماء داخل منزل مولانا، معلنين براءتهم من دم أبو ربيع. يؤكدان أن الجريمة مدبرة لإشعال الفوضى وإشعال الفتنة بين أهل العادلية، وأن هناك من يريد ترويطهما عمداً. مولانا يجد نفسه أمام اختبار جديد: هل يحميهما ويواجه السلطة أم يتركهما لمصير مجهول؟ ثالثاً، اللعنة على العادلية، فتنة مقصودة. مع انتشار خبر القتل تبدأ القرية في الانقسام. هناك من يصدق أن جواد ورشيد وراء ما حدث، وهناك من يشك أن الرصاصة جزء من لعبة أكبر. تتعمق فكرة أن اللعنة حلت على العادلية، وأن الدم هو الثمن الذي يدفع كلما اقتربت الحقيقة من الظهور. مولانا يحاول تهدئة النفوس، لكنه في الحقيقة جزء من شبكة أسرار أكبر تتصل بالماضي بتكسي السلامة وبخطة السلاح. رابعاً، بيت مولانا يتحول إلى ملجأ. منزل مولانا لم يعد فقط بيت الرزيع الروحي، بل أصبح ملجأ لكل مطارد ومظلوم. وجود جواد ورشيد عنده يزيد الضغط عليه من جهة السلطة، ممثلة بالمخفر والعقيد، ويجعله في قلب صراع بين حماية الناس وكشف أوراق خطته الخاصة. خامساً، نهاية تمهد لانفجار أكبر. تنتهي الحلقة مع استمرار المطاردة والضغط، التحقيقات تضيق، الدم ما زال طازجاً في ذاكرة العادلية، واللعنة التي تحدثت عنها الحلقة لا تبدو مجرد عنوان رمزي، بل حالة تعيشها القرية بأكملها. الجمهور يخرج من الحلقة بسؤال كبير: من المستفيد من قتل أبو ربيع فعلاً؟ وهل سيصمد بيت مولانا أمام ثقل الاتهامات والسر الذي يحمله جابر؟ لو أعجبك هذا الملخص لا تنسى اللايك والاشتراك ليصلك ملخص الحلقة 15 فور عرضها.